باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة مريمينا مفرح القلوب. رسالتك النهاردة مبعوثة ليك انت مخصوص من رجل الصلاة والمعجزات سيدنا البابا كورولوس، جايلك برسالة يفرح بيها قلبك وبيقولك: أنا بصلي لك يا حبيب أبوك، وربنا هيشيل عنك كل تعب وكل مرض، وهتلاقي السكة قدامك مفتوحة بنور إلهك. اطلب دايما معونة السما وأنا بتشفع لك، وافرح يا حبيب أبوك، يسوع هيفرحك بمعجزة، واللي جاي هيكون تعويض رائع وخير وبركة وحلول لكل المشاكل وفتح للأبواب المغلقة. ربك يسوع المسيح هيسهل كل شيء صعب أمامك، هينجيك وهيطمنك في اللي انت خايف منه. ده له طرق عجيبة فعلا، لأنه إله المستحيلات وبيحبك فوق ما تتوقع، بيسيج دايما حواليك. انت ليك رب حنون، وانت متشال جوه قلبه، هيعوضك أضعاف. يا حبيب أبوك اللي جاي كله فرح وخير طول أيام حياتك، لأنه هيكرمك آخر كرم وهيجبر بقلبك، وهتقول: ده مش بس عوضني، ده كمان فاض عليا من خيره. أبوك السماوي عمره ما نسيك ولا هيسيبك أبدا. ما تخافش مهما قابلتك مشاكل صعبة وما لقيتش حد جنبك يسندك. ثق إن الوحيد اللي بيسند هو رب المجد يسوع المسيح فقط، وإيده ممدودة ليك باستمرار. هو أقرب حد ليك، هيحفظك وهينجيك من كل خطر، وهيرعاك في كل اللي جاي، وهيفرح قلبك. طول ما انت معاه مفيش شيء يقدر يمسك أو يأذيك، وبقوته هيحول كل الشر لخيرك، وكل الظروف الصعبة هيبدلها. حتى القلوب يسوع له سلطان عليها، قادر يحولها من قلوب حجرية لقلوب لحمية مليانة بمحبة ومخافة ربنا. اطمن، انت ابنه المحفوظ جوه عينيه، واسمك مكتوب على كفه. انت ابن ملك الملوك ورب الأرباب القادر على كل شيء. هيحفظك وهيدافع عنك. هو أب حنين مفيش زيه أبدا، إله المستحيلات والمعجزات. هيصنع معاك المعجزة زي المعجزة اللي حصلت وبينت قد إيه عمل ربنا كان عجيب، وإزاي قادر يحول الضيقة والتجربة الصعبة لبركة كبيرة وسط الضيقات. المعجزة اللي أنا هقولها دلوقتي حصلت مع إحدى السيدات، كانت مرتبطة جدا بالكنيسة، بتحب تروح على طول وتحضر القداسات، وكانت متعلقة بالصلاة لرب المجد يسوع. وشفاعتها كانت أم النور العذراء مريم، وبتتشفع كمان بالقديسين كلهم. السيدة دي كانت يتيمة الأب والأم، واتكالها كله كان على رب المجد يسوع، وما كانش ليها في الدنيا سند غيره. اتجوزت بعد كده من رجل اعتقدت انه انسان كويس، وانه هيعوضها عن كل التعب اللي شافته في حياتها، وعن فقدانها لأبوها وأمها اللي ماتوا. لكن بعد الجواز لاحظت انه انسان بعيد جدا عن ربنا، وانه مش بيروح الكنيسة. حاولت معاه كذا مرة انه يروح، لكن كان بيتهرب وبيرفض بكل الطرق انه يصلي او انه يذهب معاها للكنيسة. ومش كده وبس، بدأت الفتاة تشعر بتصرفات غريبة، بدأت تشوفه عصبي جدا، لكنها كانت بتطيعه بمحبة وبتحترمه
وبتصلي لربنا دايما إن طريقه يتغير ويبقى إنسان كويس يعرف ربنا ويروح معاها الكنيسة. لكن للأسف عنفه زاد وقساوته معاها زادت، ما شافتش فيه لا حنان الأب ولا الأم اللي كانت متعشمة إنها تشوفهم فيه. بالعكس، شافت كل تحكم وذل وإهانة وتجريح وضرب. حاولت كتير تناقشه وتعرفه إن اللي بيحصل ده غلط وتقربه من ربنا وتتكلم وياه، لكن للأسف كل ده كان من غير فايدة. فلجأت ليسوع المسيح الحنون وتشفعت بأم النور العذراء مريم، وكانت بتحس بالأمان والراحة وهي في بيت ربنا لما بتروح الكنيسة. واستمرت في احتماله اللي بدأ يكتر في العنف والتحكم فيها. وفي يوم غلطت غلطة بسيطة جدا، لكن جوزها عاتبها بشدة وكان هيضربها، فخافت منه وجريت من قدامه وراحت أوضة النوم بسرعة واستخبت، لكنها كانت قاعدة بتصلي وتستنجد بربنا اللي ملهاش غيره. وجري وراها وقال لها بكل قساوة: وريني بقى مين هينجدك من تحت ايدي. لكنها وهو بيقول كده كانت برضو عمالة تصلي وتستنجد بإلهها، لأن ملهاش حد غيره. وفعلا مفيش لحظات قليلة عدت إلا ولقت جوزها بيقع على غفلة على الأرض في حالة من الإغماء وفاقد الوعي تماما. بدأت تهدى شوية وتطمن لسندة ربنا ليها وإنه ما قدرش يمد إيده عليها، ولكن تحركت مشاعر الحنان في قلبها وأسرعت علشان تنجد جوزها القاسي. وتحول الأمر تحول تام، أصبح الرجل القوي ضعيف جدا بين إيدين زوجته القوية في إيمانها. وجريت تتصل بالدكتور اللي جه بسرعة وأسعفه، وبدأ يتجاوب تدريجيا ويفوق من الإغماء سنة بسنة. فضلت زوجته بجواره ترعاه وتاخد بالها منه بكل محبة وأمانة. وانتهزت الفرصة دي وبدأت تتكلم معاه عن ربنا، قد إيه هو له كل المجد بيحب أولاده وبيحميهم. فلقته بيتجاوب معاها، وربنا لمس قلبه وطلب إنه يروح الكنيسة ويتناول ويعترف. وفعلا حصل تغيير تام في حياته، وربنا حول كل الظروف لسلامهم والخيرهم والفرحهم. وبقى يسوع على طول في بيتهم، وعم السلام والهدوء والاطمئنان في البيت، وعاشوا حياة روحية هادئة. فكن مطمئنا جدا جدا وانت مع إلهك يسوع المسيح إله التغيير، وثق إنها تتحل كل المشاكل وهتنبهر من ترتيباته الجميلة لحياتك. مفيش مرة هتسيبها عليه إلا وهتلاقيها بتتدبر بأحسن مما كنت تريد، وزي ما انت في تجربة أو ضيقة هيخرجك منها. خليك ماسك في إلهك على طول، هيمسح كل دمع من عيونك وهيطبطب عليك بطريقته الخاصة اللي بتنسي أي ألم أو وجع. ربنا بيصنع عجايب ورا الأبواب اللي بتبان مقفولة، وهتندهش لما يجي الوقت اللي يفتحها فيها بكرمه. اطمن، اللي وضع الحلم في قلبك وفي خيالك قادر يكمل طريقك لحد ما توصل لبر الأمان، واللي زرع الحلم في قلبك هو اللي مسؤول عن تحقيقه. فكن مطمئنا جدا جدا يا حبيب أبوك، ولا تفكر في الأمر كثيرا، بل دع الأمر لمن بيده الأمر. آمين. بركة وصلوات سيدنا البابا كورولوس تكون معانا كلنا. ربنا يبارك حياتكم ويفرح قلوبكم ويعوضكم بكل خير. آمين.